فيديو جديد ممتع بالنسبة لي، ويا رب يكون ممتع لكم انتوا كمان. ان انا اعلم واحدة في الدورة كانت جاية دوبكش بتقعد على المكنة، بس ان هي تدق حاجة او ان هي لو حاجة مفكوكة تعملها. والأول مرة تقول لي انا نفذت موديل، كنت مبسوطة قوي زي انبساطها بالموديل بالظبط. ان انا بلاقي ان انا علمتها من ولا شيء، بقت الحمد لله الحمد لله بتعمل لزباين بره. دي ما كانتش بتعمل موديل لنفسها خالص، ولا كانت بتعرف تقص. وكمان للمعلومات، العبايه اللي هي لابساها اقسم بالله هي اللي قصاها ومخيطاها، انا ساعدتها في القص. او تقريبا انا كنت 90% انا اللي قصاها، بالذات الكلوش. وكانت هي اللي مفصلاها، كانت مبسوطه بيها قوي 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 ان هي تقص حاجه وتلبسها وتخرج بيها وتبقى زي الجاهزه بالظبط. ما كانش التشطيب احسن حاجه، بس الحمد لله قدرت تنفذها الحمد لله. ده واخد قد ايه ماشي دعاء؟ دي تقريبا ما كملش المترين. يعني انت كنت جايبه قد ايه قماش اصلا؟ احنا كنا جايبين 220 سم، بس هي صفت على تقريبا مترين على الوضع ده. 22. طب هو اصلا في القص طوله كان كام؟ 95. طوله كان يعني واخد متر. صح؟ ايوه، لان احنا عاملين وعاملين كمان مسافه الكم، هي اللي واخده المسافه كتير. الكم يعتبر واخد زي الكم العادي. مم. عشان القصه الكولوش دي اصلا بتاخد قماش قماش كتير شويه. وهبقى انزل الفيديو بتاع قصه الكم دوت اللي انت قصتيه. تمام. مش عارفه انت كنت نزلتيه ولا ايه. والطقم معايا على فكره هو ظبط من هنا، هي الخطوط اللي فكها وسعت من هنا شويه. لو انت لاحظتي زادت هنا غرزه بس من هنا مظبوط، التقفيل كان مظبوط. ماشي. نشوفه بقى من ورا. مش تشطيب بتاع الرقبه عشان لما اتني ما يدينيش ما يدينيش اي زيادات. اهو زي دي برضه. ماشي. وكنت بتعرفي بقى تخيطي يا دعاء؟ يعني كنا بنجرب كده على بسيط. عندك مكنه اصلا؟ حته مربعه عشان اطلع الحته مربعه اهي. دي كده هتقص الاتنين صح ولا واحده بس؟ لا الاتنين، ما انا هاخد مربعين. ماشي. اهي. وللمعلومه بس ان هي كانت جايبه 220 سم قماش. هي عربنتها من دماغها كده بعد ما شافت الصوره اللي هي كانت جايباها. احنا خدنا متر للطول ونص متر للكمام، وخدنا حته حوالي 20 سم كده للبطانه اللي هي في الطول. وبعد كده فاضل لها حوالي نص متر او 60 سم يعملوا فستان لطيف. عشان انا لو عملت كله على بعضه القماش هيبقى تخين. اهو. او خلينا عشان برضو القماش سمكته. طلع لي 23. انت قلت هتدخلي 7 منهم ولا ممكن تقللي؟ لا عشان نظبط، مش دلوقتي انا بظبط الدوران. دوران الكولوش الاساسي 23. تخين عشان كده ما رضيتش اعمل الطبقتين فوق بعض. اهو انت هتسيبي منه حاجه من تحت. لو كده يعني ايه هتبقى مدريه شويه اللي تحت عشان تبقى قريبه من التفصيله زي الاولانيه دي، زي التفصيله. زي دي. ما بقولك عشان تبقى زي التفصيله اللي هي موجوده. هاخد النص. ايه؟ اقفلها. انت لسه شغاله؟ يقول حفشينا عنك. لا ما تبقيش تشتغلي الطابول ده كله. خدت النص بتاعي اهوت. هي غلط ان هي تبقى مفتوحه. لا في العادي بتسخن. خدت 7 سم. لا انا ما عادي. اهم حاجه اوعي تنسى اللايك واعملوا اشتراك في القناه. دول كام تانية دلوقتي؟ 8 النظر كده والله. ماشي. اصبح عندك كم كده. لازم تفتحيه من تحت عشان تخيطيه بالشكل ده. ايه؟ ورورة ايه بقى؟ ما هي تفصيلتها كده.
هي معموله ان هي تبقى تفصيلتها كده. كده تبقى عاطيه تنايات كده بس ما تبقاش كشكش. لا هي الوحيده. هي عاملاها طبيعي. هي دعاء بقى هتفصله وتبقى توريهولنا ان شاء الله. ده انا هوريكم بصوا كده هاور. هينزل على الفيس. امال ايه كده ان هو خلص صح؟ لسه هيتعمل البطانه بتاعت الصدر من قدام. بس يعني واقف على الخياطه. اهي عشان اقص دي بقى، عشان اقص النص بتاعي ده. بس خلي بالك اوعي تقص الطبقتين. انت محتاجه واحده بس. انا محتاجه واحده، والاحسن تقوم عامله كده اهو وتقوم مميله دي اهو. وكده اصبح ان ده الكم. تعالي كده عشان هم بس ايه متخيله الشكل بتاعته. هي لسه بقى مع الخياطه وما تمسك وكده هتتظبط بالمنظر ده كده. افتكر يا ندى الجمال. قولي الحلاني اللي مستوى الاول. انا اللي عامله لك موديل عليه. بشكرك جدا جدا انك وصلت بالفيديو لحد هنا. ما تنسيش تحط لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه، واشوفكم فيديو جديد والسلام عليكم.